قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. سلام الله عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم عبد اللطيف سعيد واهلا بكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله بناء على طلب ناس كتير عندي في القناه، طلبوا مني اكتر من مره طريقه من خلالها يقدروا ان هم يحصلوا على قران بدون حقوق ملكيه. لو تفتكروا ان انا في فيديو فات نزلت يعني من فتره طويله كده نزلت فيديو هل القران الكريم عليه حقوق ملكيه، وما شاء الله يعني الفيديو ما زال الى الان بيجي عليه اسئله كتيره جدا وما زال منتشر وما زال مستمر، لان ناس كتير قوي بيبحثوا على طريقه من خلالها يقدروا ان هم ينشروا كلام الله، ولكن للاسف اغلب الشيوخ اصواتهم بيكون عليها حقوق ملكيه. يعني مثلا الشيخ مثلا افتراض اي شيخ ايا كان، مش هذكر بالاسم، اي شيخ ايا كان صوته في شركه بتمتلك صوته، يعني بمعنى ادق بتمتلك حقوق صوته، هي اللي ليها حريه التصرف فيه. حتى لو الشيخ ده مات مثلا زي عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، مثلا الشيخ محمود الحصري، ايا كان من الشيوخ دول اصواتهم يعني الشيوخ دول ماتوا من فتره، بس يعتبر اصواتهم في شركات يعني واخده التصاريح ان هي تستخدم صوتهم في اعمال اسكان تجاريه او في اعمال التوزيع او غيره، فهي الشركه دي المالكه الحقوق. فعموما يعني معنى ادق انت بقى ازاي تقدر تجيب قران كريم ما عليهوش حقوق ملكيه، ده اللي ان شاء الله هتكلم فيه. وعشان ما اطولش عليكم نروح دلوقتي للشرح على طول، وهو بسيط جدا على فكره، يعني مش حاجه معقده اطلاقا. اول حاجه يا سيدي هتروح عليها وهو اليوتيوب، زي ما انت شايف اول حاجه هتيجي عليها وهو اليوتيوب. هتكتب هنا عندك في اليوتيوب قران كريم زي ما انت شايف، بص قران كريم بسيط جدا على اليوتيوب قران كريم. هتيجي هنا عندك على الفلاتر بالمنظر ده، هتيجي تدوس هنا عندك على خيار الفلاتر وتروح هنا عندك على ترخيص كرييتيف كومنت، اللي هو الترخيص اللي انت من خلاله تقدر اللي انت تستخدم الصوت ده عندك على القناه. هتيجي هنا عندك يعني تدوس عليه زي ما انت شايف. من هنا قدرت بقى ان انا احصل على قران كريم بدون حقوق ملكيه، الناس تقدر تستخدمها وتحطها على فيديوهاتها. طبعا هنا الفكره مش ان انت تحمل يعني القران الكريم وترفعه على قناتك بشكل مباشر بدون اي تعديل، لا انا بقول لك ان انت هتاخد مثلا الجزء اللي انت عايزه من الفيديو. يعني معنى اصح ما ينفعش ان انا اخد سوره البقره كامله للشيخ القارئ ياسر الدوسري اروح محملها ورفعها تاني على اليوتيوب بدون اي تعديل بدون اي شيء، فاهمني؟ ده كده اسمه تكرار المحتوى، او اسمه يعني مفيش كرياتيف، مفيش ابداع في المحتوى، انت مجرد ان انت حملته ورفعت. بس افتراضا انا عامل فلوج، او انا مثلا بعمل فلوج، او مثلا انا بعمل فيديوهات خارجيه، بدل ما احط اغاني والاغاني حرام احط قران. ده الفكره من اعاده الاستخدام. يعني انت بتشوف دلوقتي ان في ناس الحمد لله ربنا كرمها وما بقوش يحطوا اغاني عندهم في الفيديوهات، بس بقى يحطوا قران، منها ياخدوا ثواب ومنها برضو ما يخلوش الفيديو صامت وفاضي. فانت هنا من خلاله تقدر ان انت تحصل على ايات من القران الكريم باصوات مثلا المشايخ المتوفره وتستخدمها عندك في الفيديو. هل هنا يعني انت هنا لو كتبت قران كريم هيظهر عندك بشكل عشوائي اصوات عاديه، تمام؟ يعني زي ما انت شايف بص، تلاوه قران كريم بدون مؤثرات محمد دريفو، طبعا كل ده بدون حقوق ملكيه زي ما انا قلت لك اهو، اللي هو الترخيص ده. بس
بس اقدر ان انا مثلا افتراضا اجي هنا واكتب مثلا يا سيدي انا عايز صوره النجم، اروح هنا جاي عندي افتراضا انا عايز ان انا احط صوره النجم عندي على القناه، اروح هنا جاي عندي كاتب في اليوتيوب صوره النجم، واروح هنا جاي عندي على الفلاتر، واروح هنا جاي عندي على ترخيص اللي هو الكريتيف كومنز. وزي ما انت شايف قدرت ان انا اجيب صوره النجم عن طريق مثلا الشيوخ المتوفرين، لو مثلا زي الشيخ منصور السلمي، تمام، وغيره من الاصوات الاخرى او الشيوخ الاخرين. يعني زي ما انت شايف صوره النجم اقدر ان انا احملها واستخدمها زي ما انت شايف. بص افتراضا انا لو جيت هنا دخلت عندي على الفيديو، تمام، هلاقي عندي تحت ان بيقول لي ترخيص اللي هو الكرييتيف كومنز اللي هو ده يسمح باعاده الاستخدام. لو انا جيت دخلت عليه هنا هيديني رخصه المشاع الابداعي، مش عارف ايه المشاع ده بس ايا كان تغيرات مرتبطه. طبعا انت هتقرا هنا، يعني انت هتقرا هنا الرخصه دي ازاي تقدر تستخدمها، تمام. وزي ما قلت لك الرخصه ما ينفعش ان انت تقدر تحملها وترفعها زي ما هي، لاني انا عارف ان في ناس هتعمل كده، هتيجي تروح عندك على الفيديو افتراضا، تمام، بالمنظر ده كده اهو، تقوم محمله الفيديو من الداونلود ورفعها زي ما هو خبط لزق. ده ما ينفعش، لازم ان انت تستخدمه على عمل ليه، اذا كان مثلا جزء من فيديو في قرآن كريم زي ما انا عملت في مقدمه الفيديو كده، زي مثلا انت حاطط الفيديو كصوت مثلا كنوع من انواع بدل ما تحط اغاني تحط قرآن كريم في الفلوج بتاعك او في اي شيء، فانت يسمح ليك ان انت يعني تستخدمه بالاسلوب ده. غير كده ان انت تاخده تحمله وترفعه زي ما هو ما ينفعش. اتمنى اكون وضحت النقطه دي، واتمنى تكونوا فهمتوا النقطه دي. طبعا مفيش طرق تانية للاسف اقدر من خلالها اعرف هل القرآن بصوت الشيخ اللي انت عايزه ده ليه حقوق طبعا نشر ولا لا، ما اعرفش، مفيش طريقه اقدر اعرف بيها. يعني في ناس ممكن تيجي هنا تبحث عندك على مثلا جوجل، تكتب مثلا قرآن كريم بصوت يعني بدون حقوق طبعا نشر، هنا مش هتلاقي في مواقع بتقدم لك الكلام ده. وحتى لو لقيت انا ما انصحكش، يعني بص افتراضا المواقع دي مواقع كاذبه، المواقع اللي شبه دي مثلا كده افتراضا اللي هو شبه الموقع ده اللي هو سمعها، الموقع ده موقع كاذب. الموقع ده بيستخدم حاجه اسمها الكي ووردز عشان يتصدر في اي عمليه بحث متعلقه باي ملف صوت، بالتالي هو كذب عليك عشان يتصدر محرك البحث عشان من خلالها بقى انت تخش عندك على الموقع. بس هل الموقع ده بيديك مثلا افتراضا صوت بدون حقوق طبعا نشر؟ لا طبعا كده. فانا انصحك ان انت تروح على اليوتيوب بشكل مباشر. اتمنى اكون وضحت لك الفيديو او يعني اتمنى اكون وضحت لك النقطه بجميع النقاط او بجميع الطرق يعني. وحتى بص هنا، بص زي ما انت شايف جاب لي الفيديو بتاعي، والله انا لسه واخد بالي دلوقتي حالا اهو. بص جاب لي الفيديو بتاعي، وطبعا بص بيقول لك تحميل قرآن كريم بدون حقوق طبع ونشر. زي ما انت شايف بص طريقه تحميل القرآن الكريم بدون حقوق طبع ونشر، اللي هو يعني هل القرآن الكريم عليه حقوق طبع ونشر ولا لا. الفيديو ده اصلا ما عليهوش قرآن، ده انا بشرح للناس، واهو صورتي اهو واخد الفيديو بتاعي وحاطه. عشان كده بقول لك المواقع دي كدابه، ما تصدقش. حابب تجيب قرآن تجيب من على اليوتيوب فقط. وانتهى النقاش وانتهى الفيديو، واشوفكم على خير بقى باذن الله الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل الجرس. اشوفكم على خير بقى باذن الله الفيديو الجاي، ومع السلامه.